ببلش الفيلم وريتشارد بالبيت بدور على إشي مش ملاقيه، وبنفس الوقت بحكي مع مرته ستورم وهي بالحمام. بهالوقت ستورم بتكتشف إنها حامل، فبتطلع وبتحكي له الخبر. بيستغرب ريتشارد بالأول لأنه كان إلهم سنتين بيحاولوا يخلفوا، لدرجة إنهم فكروا إنه الإشعاع الكوني اللي تعرضوا له منعهم من الخلفة. طبعا بيفرحوا كثير، وبتحكي له ستورم إنهم رح يربوا ابنهم بعيد عن أي خطر ممكن يتعرضوا له لأنهم أبطال خارقين. وبنشوف على التلفزيون احتفال بمناسبة مرور 4 سنين على ظهور الأبطال الخارقين. وبحكي مقدم البرنامج عن بعثة الاستكشاف الفضائي اللي طلعوها 4 رواد فضاء، وهم ريتشارد ومرت ستورم وأخوها جوني وجريم. بس خلال هاي الرحلة تعرضوا لإشعاع كوني، وهالإشعاع غير حمضهم النووي، وصار كل واحد فيهم عنده قدرة خارقة بيستخدمها. فجوني سموه الشعلة البشرية لأنه بيقدر يحول حاله لشعلة نار ويطير، وجريم صار هو الرجل الصخري لأنه تحول لكتلة صخور، أما ريتشارد فصار رجل مطاطي وبيقدر يمد جسمه ويفرده. ومرته ستورم عندها قدرة على الاختفاء، وبتقدر كمان تستخدم موجات الطاقة وسموها المرأة الخفية. وخلال ال4 سنين هاي استخدموا قدراتهم ضد المخاطر اللي واجهت البشر، وهالإشي خلى الناس يعتبروهم منقذين وسموهم الأربعة الرائعون. بعدها منشوف الروبوت هاربر وهو بجهز العشاء، وبحضر الزوجين ريتشارد وستورم وبقعدوا مع جوني وجريم، بس بيكون مبين عليهم الارتباك كأنهم مخبيين إشي عنهم. وقتها جريم بتطلع عليها وبحكي لستورم إنه عنده إحساس إنها حامل، فبتتفاجأ ستورم إنه عارف، وبترد عليه وبتحكي له إنها فعلا حامل، وبنبسطوا كلهم عشانها. والخبر بنتشر بعدها وكل الناس بتعرف، وطبعا بصير عندهم فضول يعرفوا إذا المولود الجديد رح يمتلك قدرة خارقة مثلهم ولا رح يكون إنسان عادي. هالموضوع بيشغل بال ريتشارد، فبصمم سرير فحص بيقدر من خلاله يفحص الجنين. وبنفس الوقت بفرجي ريتشارد لجوني جهاز اخترعه بيقدر من خلاله ينقل أي إشي من مكان لمكان ثاني. بعدها بيكون ريتشارد بده يعمل الفحص على الجنين ببطن مرته ستورم، بس ستورم ما بتكون مقتنعة بفايدة الفحص، وبتحكي له إنهم عملوا اختبارات كثير وما في أي إشي ظهر على الجنين كدليل على إنه مش طبيعي. وعشان تطمنه بتخلي الجنين يبين عن طريق إنها بتخفي جلد بطنها، وبشوفه ريتشارد وهو ببطنها وبحس إنه كلامها صح لأنه مش ظاهر عليه أي إشي غريب، ورح يكون طفل عادي مثله مثل غيره. وبنفس الليلة وهم بالبيت بتصير ظاهرة غريبة بالسماء، وبشوفوا شخصية لونها فضي نازلة من الفضاء وبتطير على لوح زي ألواح التزلج. هاي الشخصية بكون اسمها شالبال، وبتحكي مع البشر بلغتهم، وبتحكي لهم إنه كوكبهم انحكم عليه بالدمار، وإنها أجت تبلغهم إنه وقتهم محدود قبل ما ملتهم العوالم جالاكتوز يجي وياكل كوكبهم. وبتأكد لهم إنه ما في أي فرصة للنجاح، والأفضل يودعوا حبايبهم لأنه مصيرهم محتوم. وبتطلع للفضاء، فبالحقها جوني بيمسك اللوح تبعها، بس هي بتطلع عليه وبتحكي له جملة بلغة غريبة، وبسهولة بتبعده عنها وبتروح. بعدها منشوفهم هم محتارين ومش عارفين مين جالاكتوز وليش بده يدمر كوكب الأرض. بحكي لهم ريتشارد إنه اتبع حركات شلبال بالفضاء ولاحظ إنه أكثر من كوكب اتدمر بأبعاد مختلفة بنفس الأماكن اللي ظهر فيها نشاطها، فبستنتجوا من هيك إنه كل كوكب بتروح وبتدمر بعدها فعلا. وبحكي لهم ريتشارد إنهم لازم يروحوا لجالاكتوز ويحاولوا يمنعوه قبل ما يوصل لهم ويدمر الأرض. وقتها جوني بيحاول يفهمهم إنه شلبال حكت له جملة بلغة غريبة، وإنه حاسس إنه هاي الجملة إلها معنى خاص، خصوصاً لأنه سمعها قبل هيك على الأسطوانات اللي مسجلين فيها رسائل راديو أجتهم من كواكب ثانية بالفضاء. وهاي الرسائل ما كان حد عارف معناها ولا مصدرها، بس هم بيكونوا شايفين إنه كلامه هذا ما إله فايدة، وبدل هيك لازم يستعدوا للسفر ما يضيعوا وقت. وفعلاً ببلشوا يستعدوا لرحلتهم، وبعد أيام بيودعوهم الناس وهم بدخلوا للصاروخ الفضائي، وبكون الناس حاطين عليهم أمل كبير إنهم يتصدوا لجالاكتوز قبل ما يوصل للأرض. بنطلق الصاروخ الفضائي فيهم وبتنفصل مركبتهم بتبلش رحلتهم بالفضاء لحد ما بوصل لكوكب قدامهم، وبكتشفوا إنه الكوكب عم بتدمر. وبتظهر سفينة فضائية كبيرة من باطن الكوكب، وبتكون هي سفينة جالاكتوز. وقتها ستورم بتستخدم قدرتها على التخفي وبتخفي مركبتهم، وبتسللوا قريبة من السفينة الكبيرة، بس فجأة بنكشفوا في طاقة كبيرة بتسحبهم لجوا السفينة الكبيرة بدون أي تحكم منهم. وبتدخل شلبال مركبتهم وبتبلغهم إنه سيدها جالاكتوز قرر يقابلهم، وهم ماشيين وراها بيسألوها كيف جالاكتوز بختار الكواكب اللي بده ياكلها، فبترد عليهم شلبال وبتحكي لهم إنه هو ما بختار، فبفهموا وقتها إنه دورها هي تختار له الكواكب وهو يروح ياكلها. وقتها جوني بيطير جنبها وبسألها عن معنى الجملة اللي حكت له إياها باللغة الغريبة، فبتحكي له إنه معناها روح ودع أحبابك. وبتاخدهم شلبال عند العملاق جالاكتوز وبشوفوه قدامهم بهيئته الجبارة، وبحكي معهم وبحكي لهم إنه من مليارات السنين كان صغير مثلهم قبل ما يتعرض للجوع الأبدي ويصير مضطر ياكل الكواكب ويدمرها. وبحكي لهم إنه متوقع إنهم جايين يتوسلوا له عشان يرحمهم، بس ريتشارد بحكي له إنهم ما أجوا عشان يترجوه، بس أجوا عشان يتفاوضوا معاه. بس جالاكتوز بفاجئهم لما يحكي لهم إنه جوا بطن ستورم في طفل عنده قوة كونية كبيرة كثير،
وإنه بده ياكله لأنه هو الوحيد اللي رح يشبعه ويقضي على جوعه الأبدي. وإذا كان بدهم يحموا كوكب الأرض يسلموها الطفل من جوا بطن ستورم ويروحوا. طبعا ريتشارد برد عليه وبحكي له إنهم مستحيل يعملوا هيك ومستحيل يسمحوا له ياخذ ابنهم. جلاكتوز بحكي لهم إنهم مش مدركين قوة الطفل اللي جوا بطن ستورم، وعشان هيك لازم ياكله ويتخلص من معاناته مع الجوع الأبدي. بهاللحظة ريتشارد بيوجه كلامه لجلاكتوز وبحكي له إنه ما رح يسمح له يدمر الأرض ولا حتى ياخذ ابنهم. بهالوقت بتحرك جوني وبيحاول يهجم عليه ويشغله عشان يعطيهم فرصة يرجعوا لمركبتهم ويهربوا، وبتحركوا بسرعة وبدخل لسفينتهم وبهربوا. وبتبلش ستورم تولد، بس بيكتشفوا إنه شلبال وراهم وبتطاردهم، فبأمر ريتشارد إنهم يشغلوا المحرك بالسرعة القصوى وينتقلوا من بعد لبعد ثاني بالفضاء. وعلى آخر لحظة قبل ما توصل شلبال لبطن ستورم بينتقلوا لبعد ثاني وبيبعدوا عنها، بس بيتفاجئوا بشلبال استخدمت قدراتها وبتطاردهم بالبعد اللي راحوه. فوقتها ستورم بتطلب من أخوها جوني يخلص عليها بالسلاح اللي بالمركبة، فبيحاول جوني يصوب عليها بس هي بتقدر إنها تتفاداهم، وبكون قدامهم ثقب أسود. فبأمرهم ريتشارد يقربوا منه عشان يتخلصوا من مطاردة شلبال، بس بيقربوا من الثقب الأسود لدرجة كبيرة ممكن تحطم السفينة. وقتها بطلب ريتشارد من ستورم تستخدم قدراتها وتخفي المركبة، وبتخفي المركبة كلها عن شلبال اللي بتوقع بالفخ وجسمها بنجذب للثقب الأسود، وبقدروا وقتها يهربوا منها وهي ما بتقدر تلحقهم. بعدها ريتشارد بيهدي مرته ستورم وهي بتولد، وبأكد لها إنه ابنهم رح ينولد إنسان طبيعي وما رح يكون زي ما حكى جلاكتوز. وبنولد الطفل جوا المركبة وبطلع طبيعي وما في إشي وبكونوا فرحانين فيه. بعدها المركبة بتوصل الأرض والناس بكونوا مفكرين إنهم راجعين بعد ما انتصروا على جلاكتوز، خصوصا لما يشوفوا الطفل المولود معهم. بس بالمؤتمر الصحفي بيحكي ريتشارد وبيبلغهم إنهم للأسف ما هزموا جلاكتوز، وإنهم حاولوا يتفاوضوا معه بس ساومهم على إشي صعب وما كانوا قادرين يتخلوا عنه، وبصارحهم إنه ساومهم على ابنه مقابل إنه ما يدمر الأرض، بس هو رفض. وقتها الصحفيين والناس كلهم ما بيكونوا مصدقين إنهم ما ضحوا بالطفل عشانهم، وبيسألوا ريتشارد إذا هم هسه بخطر، فبرد عليهم ريتشارد قبل ما يمشي وبحكي لهم ما بعرف، وبتركهم هم بحالة صدمة من رده. بنفس الوقت بنشوف شلبال بترجع للسفينة الكبيرة وبتتأسف لجلاكتوز إنها ما قدرت تجيب له الطفل، فبأمرها جلاكتوز تجيب له الطفل بأقرب وقت لأنه عنده قوة كبيرة لا نهائية ولما ياكله رح يشبع جوعه الأبدي. بعدها بنشوف جوني بالغرفة ولابس بدلة الفضاء تبعته، وبتدخل أخته ستورم فبخليها تقعد وبلبسها الخوذة وبفرجيها الكلام اللي سجله لشلبال لما حكت له معنى الجملة بلغتها، وبيعرفها إنه في تسجيلات كثير على الأسطوانات عليها رسائل بنفس اللغة وكانوا يستقبلوها على ترددات من الفضاء، بس ما حدا كان عارف مصدرها ولا حتى معناها. وإذا قدر يفك شفرة هاي اللغة رح يقدر يفهم معناها ويتواصل فيها مع شلبال. بالأيام اللي بعدها الكل بيقلب عليهم، وفي لقاء بالتلفزيون بيحكوا عن أنانيتهم وإنهم لازم يسموا الطفل لجلاكتوز ويضحوا عشان كوكب الأرض ما يتدمر، وبصير ضغط شعبي كبير عليهم وبطلبوهم بالتضحية. بحكي ريتشارد مع مرته ستورم وبأكد لها إنه مستحيل يسمح لإشي زي هيك يصير، فبتحكي لستورم إنها هي كمان مش رح تقدر تتخلى عن ابنها، وبتطلع للناس اللي متجمعين برا وهي شايلة ابنها بدون ما تخاف منهم، وبتبلش تحكي معهم وبتقدم لهم ابنها فرانكلين، وبتحكي لهم إنه ابنها طفل زي باقي الأطفال وإنها معايشة إحساس الأمومة زي باقي الأمهات، وإنها قررت تشاركهم مشاعرها لأنها متأكدة إنهم رح يفهموها ويفهموا إنها زي كل الأمهات مستحيل تضحي بابنها. وبتحكي إنه قرارها مش معناه إنهم رح يضحوا بعالمهم، إنه هالإشي مستحيل لأنها بتعتبر هذا العالم عيلتها الكبيرة وعشان هيك رح تقاوم وتحمي عيلتها بكل اللي بتقدر عليه. فالناس وقتها بتتعاطف معها وبتوعدهم إنهم رح يواجهوا جلاكتوز ويهزموه. بعدها بتدخل ستورم بعد ما قدرت تعطيهم أمل من جديد، وقتها ريتشارد بحكي لهم عن فكرة أجت له وهي إنه يطبق تجربته بنقل الأشياء من مكان لمكان وينقلوا كوكب الأرض لبعد ثاني بالكون. وقتها ما رح يقدر جلاكتوز يوصل لهم. بشرح لهم ريتشارد فكرته وعشان يطبقوها لازم يبنوا جسور بأماكن متعددة بالعالم، ومن خلال الجسور رح يطبق تجربته بوقت واحد وينقلوا كوكب الأرض لبعد ثاني بالفضاء. وكمان بشرح للناس الفكرة على التلفزيون وبطلب منهم يشاركوا ببناء الجسور قبل وصول جلاكتوز، وفعلا الناس ببلشوا ببناء الجسور بأكثر من مكان بالعالم. وخلال هالوقت بكون جوني لسه بفك بشفرات اللغة وبجمع كلماتها وبيقدر أخيرا يترجم اللغة، وبيطلع وهو فرحان وبيبلغهم بس بيحكوا له إنه موعد نقل مكان الكوكب الأرض أجا، وبيبلشوا العد التنازلي لنقل كوكب الأرض للبعد الثاني. بس فجأة بتتدمر الجسور بالعالم وبنكتشف إنه شلبال ظهرت وبتدمر الجسور واحد ورا الثاني وأحبطت خطتهم على آخر لحظة، وما بيظل غير جسر واحد بس، وبدركوا وقتها إنها جاية عشان تخطف ابنهم. بس بهالوقت جوني بهجم عليها وبتضل تطارده لحد ما يوقف جوني ويشغل صوت الرسائل المسجلة على الأسطوانات، ولما شلبال بتسمع لغة كوكبها بتتأثر
وبحكي لها جوني هسا فهموا معنى هاي الرسائل وعرفوا إنها جاية من كوكبها اللي كانت عايشة فيه، وبالرسائل بنادوها وبشكروها لأنها أنقذتهم. وبنعرف إنه هون شلبال كانت عايشة حياتها وعندها طفل على كوكبها لحد ما ظهر جلاكتوز عشان ياكل كوكبها، وهي وقتها تعهدت له بالولاء مقابل إنه يترك كوكبها بأمان، وبعدها ظلت تاخذه من كوكب لكوكب عشان ياكلهم. بحكي معها جوني وبحكي لها إنه هي المسؤولة عن دمار كل هاي الكواكب، وهسا بدها يصير هيك بكوكب الأرض كمان. فبتنهار شلبال وقتها من إحساسها بالذنب اللي كانت بتهرب منه، وما بتقدر تتحمل وبتبعد. فبروح وراها جوني وبحكي لها إنه هو كمان بيحاول ينقذ عالمه زي ما هي عملت قبل هيك، وبطلب منها تساعدهم. بس شلبال بتحكي له إنه ما في إشي رح يقدر يوقف بطريق جلاكتوز، وبتنصحه ياخذ الطفل ويهربوا من الأرض قبل وصول جلاكتوز لأنه رح يدمر كوكبهم. برجع جوني إلهم وبقعدوا يفكروا مع بعض وبقرروا إنهم ما رح يهربوا من الأرض ويتركوا البشر للهلاك، وإنهم رح يواجهوا جلاكتوز. بعدها بتيجي لريتشارد فكرة إنهم يستدرجوا جلاكتوز للأرض عشان يخلوه ينفصل عن السفينة الكبيرة، وبدل ما كانوا يحاولوا ينقلوا الأرض لبعد ثاني الأفضل يستدرجوا جلاكتوز عند الجسر اللي لسه ما تدمر وينقلوه لبعد ثاني من أبعاد الكون ما يقدر يرجع منه. وبيفكروا كيف يستدرجوه عند الجسر. وقتها ستورم بتحكي لهم إنهم رح يستخدموا ابنهم كطعام بما إنه جلاكتوز بده يوصل له. وقتها جوني وجرين بيعترضوا بس ما بيكون قدامهم حل غير هيك. باليوم اللي بعده بيستعدوا بخططوا للي رح يصير، وبتكون في مشكلة إنه سكان المدينة رح يكونوا بخطر وهم بيستدرجوا جلاكتوز لمكان الجسر، ولازم يلاقوا طريقة يخلوهم فيها بأمان. فبيستعينوا بهارفي ملك حفر الأرض وبطلبوا منه ياخد سكان المدينة ويخبيهم بالممرات تحت الأرض، وبيوافق هارفي على طلبهم لأنهم هم قبل هيك عملوا صفقة معه والتزموا فيها. وفعلا سكان المدينة بيروحوا معه لأماكن يكونوا محميين فيها تحت الأرض. بهالوقت بتوصل سفينة جلاكتوز وبتقرب من الأرض، فبحطوا الطفل بالساحة كطعم وبتخبوا. وقتها بهبط جلاكتوز بجسمه العملاق للأرض وبيعمل مسح شامل بعيونه لحد ما يحدد مكان الطفل، وبيبلش يتحرك لمكان الطفل. ولما بوصل بيكونوا عاملين له كمين وبهجموا عليه كلهم. بنفس الوقت ريتشارد بيبدل الشنطة اللي فيها الطفل، وجوني باخذ الطفل وبرجعه على البيت بسرعة عشان يكون بأمان، وبيستعدوا عشان يستدرجوا جلاكتوز لمكان الجسر عشان ينقلوه للبعد الثاني. بس جلاكتوز فجأة بيوقف وبيعمل مسح شامل بعيونه وبيحدد مكان الطفل بالبيت، فبيغير مساره. وقتها بيحاولوا بكل الطرق يعطلوه بس ما في أي إشي بيأثر فيه لأنه قوته بتكون كبيرة. ستورم وهي راكبة السيارة بتقرب منه بتخفي السيارة بس هو بضربها بإيده. أما ريتشارد فبيقدر يوصله وبتسلق جسمه باستخدام قدراته المطاطية، بس جلاكتوز بيمسكه بأطراف أصابعه وبمده لدرجة إنه بكون خلص رح يقطع جسمه من كثر التمدد. بس بهاللحظة جوني وهو طاير مع جرين بضربه فبيترك ريتشارد، وبكمل جلاكتوز حركته لحد ما يوصل البيت، وبمد إيده باخذ الطفل وبرفعه قدامهم وبحكي إنه أجل الوقت اللي رح يتخلص فيه من جوعه الأبدي. بس وقتها ستورم بتستخدم قدرتها وبتوجه عليه موجات شديدة وبتدفعه لورا، وبتستخدم طاقة كبيرة جدا ما كانت عارفة إنها بتمتلكها أصلا. وريتشارد بيحاول يخليها توقف استخدام هاي الطاقة لأنه ممكن تأذي حالها، بس ستورم بتأمره ينقذ ابنهم بسرعة. فبسمع كلامها بروح مع جوني وجريم. جوني بيستعد عشان يفتح البوابة اللي عند الجسر، أما جريم فبيحطم أعمدة المبنى اللي جلاكتوز ماسك فيه بإيده، والموجات بتدفع جلاكتوز لورا والبوابة بتنفتح. وعلى آخر لحظة باخذ ريتشارد ابنه من إيد جلاكتوز قبل ما البوابة تبلعه وبنقضه، وستورم بتستخدم كل قوتها وبتدفش جلاكتوز بالموجات جوا البوابة. بس قبل ما البوابة تسكر عليه بظهر جلاكتوز مرة ثانية وبكون لازم يدفشوه لجوا قبل ما تسكر، فبقرر جوني يضحي بحاله ويعمل هيك وبطير ناحيته بسرعة. وبهاللحظة بتتدخل شلبال وبتدفش جوني وبتروح هي بنفسها تصطدم بجلاكتوز وبتدخله جوات البوابة، وبتضحي هي بحالها وبعدها البوابة بتسكر. وبركضوا يطمنوا على ستورم وبلاقوها ما بتتنفس. بحاول ريتشارد يعمل لها إنعاش بس هي ما بتستجيب، وما بيكون ريتشارد قادر يصدق إنهم رح يخسروها. بهالوقت ابنهم بعيط وبكون بده يقرب من أمه، فبيقربوا ريتشارد إلها وبحطوا عليها. فالطفل بإيديه الثنتين بيستخدم قدرته برجع أمه ستورم للحياة، وبكونوا مصدومين ومش فاهمين شو اللي صار. ستورم بتحكي لريتشارد إنه ابنهم مش مثلهم بس هو أقوى منهم بمراحل، وبنبسطوا كثير بنجاتهم. بعدها الناس بيطلعوا من تحت الأرض وبرجعوا للحياة بالمدينة، وبعد سنة بنشوف على التلفزيون بيحتفلوا فيهم زي كل سنة، والمذيع بيحكي إنهم أنقذوهم من الخطر مرة ثانية وبيستعدوا للظهور على التلفزيون. وبتيجي واحدة من فريق الإعداد وبتحكي مع ستورم وريتشارد وبتعطيهم أواعي صمموها لابنهم زي أواعيهم، وبكون مكتوب عليها رقم 5. بس ستورم وريتشارد بيعتذروا منها وما بيوافقوا إنه ابنهم يظهر للناس ويعتبروه بطل خارق مثلهم لأنه لسه صغير. وقبل لحظات من ظهورهم على التلفزيون بيجيهم إنذار بوجود خطر،
فعلى طول بيستجيبوا للإنذار وبيطلعوا يركبوا بسيارتهم. وبس والله، ولو عجبكم الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.